بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الثالث المتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وهذه المقاصد هي من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها الطالب والباحث وحتى المسلم والمؤمن لما لها من أهمية كبيرة في حياته. نعم تفضل اختار ديروا في الحصة الأخيرة. نعم قلنا هذه المقاصد اللي أردنا أن نتكلم فيها الآن سنتعرف عن بعض المعانيها لغة واصطلاحا، كما نتعرف عن بعض المصطلحات المشابهة لها، كما نتكلم عن بعض الآيات التي تشير إلى ذلك وبعض الأحاديث. وكذلك هناك هذه المقاصد فيها أقسام تسمى بالضروريات، وهناك الحاجيات والتحسينيات. ولكن ما ندركه أن أغلب الطلبة قد درس هذا في عام اللي فات في الباك، الحمد لله. دونك السؤال إذا ما دام درستوه نسأله واش معنات القصد والمقصد؟ الغاية، الهدف، هذا واش كاين؟ زيد كيف خليها بالك يجيو. كاين اللي ما يشوف الاسم تاعو في معلش هاتي خليها له. شكرا. الغاية والهدف. ومن بين معاني القصد التوجه. هذا التوجه قد يكون إلى شيء محمود، كما قد يكون هذا التوجه إلى شيء مذموم، أن الإنسان يقصد. فلذلك أن الإنسان الذي يريد أن يقصد جهة ما نتمنى أن تكون محمودة، لأن رب سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في إحدى الآيات: واقصد في مشيك. والمقاصد شرعا هي ماذا؟ هي الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده. كل الأحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى لعباده تعتبر مقاصد، والغاية منها تحقيق المصلحة والمنفعة لعامة الخلق، ليس فقط للمسلمين. أو ربما البعض يعتقد أن ما أنزله الله وشرعه فقط للمؤمنين، بل للناس جميعا. نعطي مثال بالمختصر المفيد: أن الله عز وجل سخر الهواء والسماء والأرض والماء والكلأ والنبات لجميع المخلوقات، لم يميز في الانتفاع بها بين مؤمن وغير مؤمن. حنايا لو كان نحن البشر، لو واحد يعاملك معاملة سيئة ستحرمه من كثير من الأشياء، صح ولا لا؟ حتى ولو كانت أختك اللي راهي معاك من خرجت معها من بطن واحد تدابزوا معها وما تعطيها السيلو وتحرم من كل شيء، صح ولا لا؟ بارك لا، هذا شيء موجود متوقع. ونجد حتى بين الدول، وش وصل بعض الدول تأمر بمقاطعة بعض الدول الأخرى لأنها خالفتها في شيء ما، سواء كان في طريقة الحكم أو في عدم إعطائها ما تريد من خيرات بلدها أو غيرها، فتعاديها وتدعي أنها يجب أن تقاطع لبعض التهم التي تنسب إليها. بينما ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فلهذا قال لك رب سبحانه وتعالى في الآية الأولى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعدها الرحمن الرحيم. رحمن بجميع الخلق، يعني وغير الخلق حتى الدواب أكرمكم الله، رب سبحانه وتعالى رحمهم ولم يمنعهم مما هم يستمتعون به وقد يوظفونها في بعض المعاصي. ورحيم بالمؤمنين، لأن رب سبحانه وتعالى يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شكون يأخذ الآية؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا؟ رحيما.
هذه الآية لازم تحفظوها، بالمؤمنين رحيما. نعم، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي والاصطلاحي على عمومه. النقطة الثانية ولا المحور الثاني في هذا الموضوع هو بعض المصطلحات التي تتشابه في بعضها بهذه الكلمة اللي هي القصد أو المقصد. من بين هذه المصطلحات المصلحة والمنفعة والنية والفراسة والحكمة والعدل والاستقامة، كل هذه المصطلحات تشبه بعضها في معنى القصد. من بينها مثلا والعلة، العلة نسأل سؤال مثلا، قل لشخص منكم أو لطالب ما علة وجودك هنا؟ يعني ما سبب وجودك هنا، وما سبب غياب الآخرين مثلا. أنت تستطيع أن تحكم على نفسك، بينما الآخرين لا نستطيع أن نقول سبب الغياب، وربما مريض، ربما يحتاج أو في شغل أعظم من هذا، وربما أشياء أخرى هو يدركها، كما احنا نقول بالمعنى أن الغائب له عذره بعذره. ومن معاني المصطلحات الأخرى المصلحة، والمصلحة هي عكس ماذا؟ هي عكس الفساد. وخلق علة وجودنا هنا في الكون لكي نصلح هذه الأرض، لهذا قال واستخلفكم فيها. وقال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومن بين المعاني المتشابهة كلمة الحكمة، والحكمة هي العدل وهي الحلم وهي النبوءة، العدل والحلم والنبوءة. واصطلاحا هي المطلوبة شرعا كما قال الله عز وجل، وهو يعطيها لمن يشاء. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء، وفي القراءة من يشاء بالإدغام، لأنه بعد النون هنا عندنا الياء، فهي من كلمات يرملون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني ربي إذا أعطاك الحكمة راك في نعمة، تستطيع أن توظف عقلك توظيفا حسنا، وتستطيع أن توظف ما أعطاك من سمع ومن بصر ومن لسان ومن فؤاد فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وهناك بعض المصطلحات الأخرى من بينها النية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء عن سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله. ثاني هذا الحديث ما تحفظوش اليوم، ما راكمش عاديين هذا أبسط حديث من أصول الدين. الحديث هذا يجب أن يحفظ مثل حفظكم لسورة الفاتحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الحديث متفق عليه. ومن بين المعاني كذلك نجد في قانون العقوبات ما يسمى بالقصد الجنائي، وهناك كذلك الفراسة، أن الإنسان صاحب قصد تجد له فراسة خاصة، وهذه الفراسة ليست محدودة في بعض الأشخاص كالأولياء الله كما يقال أو الصالحين أو غيرها، قد تكون عندك أنت وقد تكون عند أمك وغيرهم من هؤلاء الناس الطيبين البسطاء. ومن بين المعاني كذلك الموافقات، أن صاحب القصد النبيل تجد له بعض الموافقات فيما يريد أن يبديه وقد يستحي أن يقوله، أو إذا قاله يجد له موافقة في كلام الله عز وجل. نعطي مثال خفيف بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الجميع يعرفه. عمر بن الخطاب ما شاء الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بين موافقاته بسبب حسن سريرته قال لرسول الله يا رسول الله لو حجبت نساءك لأنه يدخل عليهن البر والفاجر، قال يدخل عليهن البر والفاجر، فنزل قوله تعالى على ما أعتقد هذه الآية، شكون اللي كتبها هنايا؟ وش هي؟ قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، جاءت موافقة من موافقات، يعني احنا أردنا نشير إليها. هذه الآية الرسول عمر بن الخطاب تكلم فيها قبل ما تنزل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية من باب لكي يؤكد هذا المقصد النبيل اللي هو الستر. من معاني القصد الشرعي عندنا هذه المصطلحات الأولى اللي ذكرناها، المعاني التي تؤدي إلى هذا المقصد هو الاعتماد والتوجه والاستقامة والثبات، وكذلك العدل. بالنسبة للاعتماد نقول كما جاء في قوله تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل، الآية رقم 9. وعلى الله قصد السبيل أي هو الذي يبين الطريق وييسره ويمهده لك. ويمهده لك. أنت واش عليك تدير؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب ربي أن يهديك إلى الطريق المستقيم، وهذه تسمى بهداية الإرشاد، بينما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يهديك هداية التوفيق، وهي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خليوها بالك يدخل واحد، ولا خليوها هنا ما يدخل. خليها ممكن خلوا التفاؤل شوية، ولو كان واحد يدخل ولو في آخر الحصة، وربما يأتي وليس بالضرورة أن يمضي، المهم يمكن أن يأتي أحد ما. الاستقامة، المعنى الثاني من معاني القصد هو الاستقامة على الطريق. الاستقامة على الطريق كما قلنا هو قوله تعالى عفوا: وعلى الله قصد السبيل. ومن بين المعاني العدل والتوسط، لهذا يقول رب سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك. في مشيك، والآية في سورة لقمان رقمها 19. واقصد في مشيك أي أعدل فيه. والمشي ليس فقط المشي على الأقدام، ليس هذا المعنى وفقط. أقصد في مشيك في كل ما متى وأنت تسير إلى الله في هذه الدنيا يجب أن تكون قاصدا، يعني محددا الهدف. علاش؟ لأن الإنسان إذا لم يحدد هدفه من الوجود سوف يكون هو هدفا في أجندة الآخرين، يكون هدفا في أجندة الآخرين. لهذا يقول البعض: إذا لم تعرف الثمن للشيء الذي توظفه فاعلم بأنك أنت هو الثمن. نعطي مثال خفيف وبسيط لأنه يعاني منه كل المدمنون: طلبة وأساتذة وإداريين، رجال ونساء، اللي هو الفيسبوك هذا. إن شاء الله الاستثناء موجود، من عمم فقد ظلم، ما نقولوش كل الناس. بينما الإنسان الذي يفتحه أكثر من 8 ساعات ولا يحسن استغلال هذا الوقت، يعني أن هذا الوقت هو الثمن. إذا لا يحسن استغلال هذا الوقت اللي هو من عمره، بمعنى أن المستغل بسوء يعتبر هو الثمن. هذا بالنسبة للمعاني اللي حبينا نتكلم فيها في هذا الآيات التي تدل أو تبين لنا هذا المعاني. من بينها قوله تعالى: والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم عليكم نعمته. وفي أحاديث أخرى التي تبين هذا القصد، ومن بينها كما عن الصلاة. الله عز وجل يتكلم عن الصلاة في حديث النبوي الشريف، يقول: للإنسان الذي يريد أن يتقدم لكي يصلي بالناس يجب أن يكون مقصده الأول العام هو إرضاء الله عز وجل، بينما يجب أن يرحم المصلين، لا يطيل الصلاة فيقصر في صلاته من أجل أن يحدد مقصدا نبيلا، وهو رحمة بالضعفاء وبذي الحاجة وغيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فسمع بكاء طفل صغير فخفف في صلاته رحمة بالأم حتى تلحق ولدها، لأنها كانت تصلي في نفس الوقت. نعم. كيف هنقنع واحد باش يولي يصلي؟ سبل الإقناع كثيرة، سواء كان الإقناع بالتحبيب
أو الترغيب أو الترهيب أو بالاقتداء. ما تتكلميش، إن شاء الله ربي يوصلكم وتكبروا وتخدموا وتتزوجوا. لما يكون عندك أولاد مش لازم تقولي ليه صلي، إذا شافك تصلي يصلي تاني هو. اقتداء. إذا شافك وليدك تتكيف يشرب هو، يشرب معك بدون أن تقول له. فاهمنا؟ هذا هو. وأهم وسيلة هي الدعاء. كانت واحدة النساء تصلي كل يوم 2 ركعات بنية هداية أبنائها للصلاة وغيرها، فوفقهم الله عز وجل إلى ذلكم الخير العظيم اللي هو الصلاة. فلذلك ما هذه أهم الوسائل. من بين الوسائل كذلك نخرج الصدقة، نتصدق بكلمة طيبة، بحلوى، بشيء، بنية هداية من أرغب أن يكون من المصلين، سواء كان أخي أو أبي أو غيره. لأنه مؤلم نجد في بعض المواقف أو نسمع بها أن آباء أعمارهم تجاوزت 70 ولم ينطلقوا في الصلاة، ما زال ما بدوش يصليون، ونهار العيد يذبح على جال الماكلة. تراكموا عليه الصلاة. هنا شكون اللي دخل في الوسط باش منعوه؟ الشيطان. قال له مادام راك عندك بزاف حبس خير. هو لا، هذا صلاته أروع من صلاة ممن يعتقد أنها مقبولة. هذا تتخرجون على الموضوع. أنا خلوا الأسئلة للأخر، اكتبوا السؤال. إلا ما إلا إن شاء الله 10 دقائق دين قورة نخليوها للأسئلة. زين تاع الصلاة ولا الحجاب ولا الزكاة ولا اللي عنده دراهم يحب يتصدق بهم، قولوا له وين يحطهم. ربي ينوب عليكم. المهم نرجع للعنوان الثاني. قيد سؤالك، خليه مقيد عندك. العنوان اللي بعده هو أهمية هذا القصد. أهمية المقصد هذا، هناك أهمية يستفيد منها العامة الناس العاميين، وهناك أهمية يستفيد منها الخواص اللي هم المجتهدين والباحثين. وما نأمله أن تكون أنتم إن شاء الله تعالى من العلماء الكبار المجتهدين، لأن الإنسان المجتهد هو الذي لا يحتكم ولا يطبق الحكم إلا بعد أن يعرف مصدره، ولا يعيد ذكر حديث ما مثلا، أو لا يفتي إلا بعد أن يتأكد من طبيعة الفتوى ومشروعيتها وأنها تنفع أكثر مما تضر. الأهمية تاع العوام، أول شيء لما الإنسان يعرف معنى المقصد الشرعي، إذا علم معنى المقصد الشرعي تجده سريع في تجديد نيته. علاش؟ نعطي مثال كما قالت زميلتكم عن الصلاة. إذا كان واحد راه يصلي وراكي في ركوع تام وفي رفع من الركوع، يجي واحد كي تكملي الصلاة يقول لك والله غير راكي تورينا في صلاتك باللي انت تعرفي تصلي ولا باللي انت تعرف تصلي. انت تحس بالندم بانه تولي تخفف الصلاة، ولا تستعيذ بالله عز وجل من الرياء وتتقن صلاتك أكثر. وتتقن صلاتك أكثر. وقس على ذلكم. فلذلك هذا من أهم معاني المقصد، أن الإنسان بسبب النقد يجدد نيته ويصلحها قدر المستطاع. من معاني من أهمية القصد أن يجعل الإنسان العادي قوي الإيمان يتقبل النصيحة. والرسول قال لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. وقال في حديث آخر من جوامع الكلم، قال الدين النصيحة. الدين كله هذا الذي كله مبني على كلمة واحدة ألا وهي النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله وكتبه ولأئمته المسلمين وعامة الناس. من بين المعاني الأهمية أن القصد يعرفك على مشروعية ما تعمل. مادام قال لك واقصد في مشيك في سورة لقمان، يعني أن الإنسان لما يعرف ايش معنى المقصد يدرك ما أهمية ومشروعية ما يقوم به وما يقوله وما يشربه وما يلبسه وأين يمشي ومع من يجلس. كل هذه العلاقات مع الناس ومع نفسه يبحث عن مشروعيتها إذا كان يعلم أنه عنده مقصد. والله عز وجل ما أعطانا العقل إلا لتلكم الغاية،
وبهذه المناسبة نبارك لمن دخل في هذين اليومين إلى الإسلام. ربما تعرفوه هيلاريون هيجي، هذا أحد القسيسين الأمريكيين، يعني تاب ودخل الإسلام. هذه نعمة بعد أن ماذا؟ أن وظف عقله توظيفا صحيحا وبحث عن المقصد من علة وجوده، فوفق بفضل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفق باقي خلقه. نعم، من بين أهمية القصد يجعل الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات، أكرمكم الله بين قوسين الدواب والبهائم. ما دام ربي أعطاك العقل فيجب أن توظفه نعم توظيفا صحيحا بإتقان وبعدل وبنوع من الوسطية، فلا تتهجم على من انتقدك وعلى من يخالفك في مذهب ما مثلا، أو حتى في فهمه للعقيدة أو في توجهه أو في سلوكياته أو في غيره، ولو كان هذا الإنسان قريبا لك أو بعيدا عنك. ومن المعاني القصد أو أهميته كذلك يجعلك تدرك سر وجودك اللي هو من أجل الاستخلاف ومن أجل إعمار الأرض ومن أجل العبادة. من أجل الاستخلاف قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والعبادة قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول أحد الشعراء: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف لك أن تدرك بأنك عبد لله عز وجل. ومن معاني أهمية هذا القصد أنه يجعلك مندفع لفعل الخير، سواء كان هذا الفعل الذي تقوم به بمقابل أو بدون مقابل، ولا تنظر لخلفك لمن يتهمك في نيتك وأنت تفعل الخير. لأنه مثلا لما يجي رمضان البعض مثلا يجيه منشور في الفيسبوك عن فضل الصلاة، هو مازال ما يصليش، يحب ينشر يبارطاجيه، يخاف ربما يعلقوا عليه أصحابه يقولوا أنت مازال ما تصليش، كيف تقول لنا على الصلاة مثلا. هو لا، انشر الخير هذا، وإن لم تفعله أنت اسعى لفعله فعلا، وإنما إذا جاتك فرصة من أجل أن تنقله لغيرك فانقله، وما يدريك لعل الله عز وجل يكتب لك حسن الخاتمة. ومن بين الأهمية هذا القصد الذي يجعلك تتعرف عن الأولويات في جميع المقاصد. ومن هذا المنبر أنصحكم للاطلاع، دائما نجيب معي مرة الكتب اللي مهمة